السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم تلقيح أزهار الدراجون فروت. تلقيحها سهل جدا. ده صنف أبيض إن شاء الله هنعمل له تلقيح. الصنف ده صنف خصب، تلقيح يدوي. يعني هنشوف الميسم الأنثوي هنلاقيه مرتفع عن الميسم المذكر، فعشان كده لازم له عملية تلقيح. عندنا ان شاء الله النهاردة بعض الازهار. ادي زهرة تانية اهي برضو متفتحة. احنا دلوقتي بالليل، كلنا طبعا عارفين ان افضل وقت لتلقيحها هو في منتصف الليل، لان الزهرة بتكون اتفتحت جامد. فعشان ناخد افضل ميعاد هو موعد حوالي من اول الساعة 11 بالليل كده نبدأ نلقح فيها. يفضل ان احنا نبتعد عن تلقيحها صباحا، لان ممكن ما نلحقش، ممكن النحل او الحشرات تاخد الحبوب اللقاح، خصوصا النحل بالذات. ان شاء الله هوريكم برضو في اخر الفيديو، هصور لكم بالصبح كده باذن الله، ونشوف النحل وهو جاي على حبوب اللقاح ان شاء الله لو لحقت. ده الزهرة، وفي بعض الازهار اللي زي دي ان شاء الله دي هتتفتح بكرة باذن الله. في ازهار تانية برضو. دي زهرة فتحت معانا اهي، ودي ان شاء الله بكرة. تلقيح الدراجون سهل جدا. هنتعلم مع بعض طريقة تلقيحه بإذن الله في الفيديو ده. كل اللي احنا محتاجينه هو الفرشة فرشة وطبق عشان ناخد عليه حبوب اللقاح. طبعا يفضل لو موجود عندنا كذا صنف الأزهار بتاعته متفتحة، يفضل خلطهم مع بعض، هيدينا انتاج كويس ان شاء الله يعني باذن الله، واحجام كبيره. التلقيح اليدوي من مميزاته احنا ممكن لو سيبنا الزهره كده ممكن بنسبه يحصل لها عمليه تلقيح عن طريق الحشرات، لكن لو تم تلقيحها يدوي افضل، هيدينا نسبه عقد اكبر. الازهار نسبه النجاح بتاعتها هتبقى اكبر، كمان هيدينا احجام اكبر. ده مميزات التلقيح اليدوي. ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل عملية التلقيح للازهار بتاعتنا. هنجمع حبوب اللقاح كلها في طبق، ونشوف ازاي نحطها في الميسم الانثوي. ممكن لو مش معانا الفرشة عادي بنهزها. لو تلاحظوا البودرة بتاعتنا اهي لونها اصفر، ممكن ناخدها كده ونحطها بالطريقة دي على الميسم الأنثوي. دي طريقة من طرق التلقيح. الطريقة التانية إن شاء الله هوريها لكم. هنجمع كل حبوب اللقاح في طبق واحد ونقلبهم مع بعض. هنشوف اهو بيتم هز الثمرة بالطريقة دي. هنلاقي البودرة بتاعتنا او حبوب اللقاح نزلت بالطريقة اللي انتم شايفينها. ممكن يتم حفظها في الفريزر لو احنا محتاجينها لأصناف تانية. الأصناف اللي هي تلقيحها خلطي ممكن نحفظها في الفريزر درجة حرارة 4 تحت الصفر، في كيس محكم الغلق. ده اول زهرة معانا، ودي الزهرة التانية نفس الطريقة برضو.
ودي زهرة اخرى هناخد منها برضو حبوب اللقاح بتاعتنا. نحافظ على الميسم ده جدا عشان لو لا قدر الله اتقطع يبقى خلاص كده ملهوش لازمة او ملهاش لازمة الزهرة بعد ما بنجمع حبوب اللقاح. ده شوية صغيرين لان ما جمعتش حبوب اللقاح كويس، فعشان كده اقل من دول طبعا كافيين لتلقيح الزهرة. بناخدها على الفرشة اهي بيتم وضعها كده ان شاء الله. الزهرة تم تلقيحها، احنا ناخد البودرة ونحطها على الميسم ده فقط لا غير، وبكده يتم عملية التلقيح. نشوف الازهار التانية. طبعا مهم جدا نتابع الازهار بتاعتنا، وخصوصا لو صنف تلقيحه خلطي او التلقيح بتاعه يدوي، فلازم نتابعه عشان ما نخسرش الزهرة معانا. وان شاء الله نشوف النتيجة، وهوريكم برضو الصبح شكل الزهرة بتاعتنا. هي بتبدأ على الساعة 9 صباحا كده، بتقفل. لكن ان شاء الله اشوف اوريكم والنحل عليها بإذن الله في نهاية الفيديو. الزهرة صباحا اهو، لو تلاحظوا هتلاقوا عليها حبوب اللقاح على الميسم، لكن احنا لسه الساعة 6 الصبح، فعشان كده لسه مفيش نحل بدأ يظهر. ممكن تتلقح بالحشرات اثناء الليل عادي. ده بالنسبة للميسم بتاعها بيكون تحت هنا في الجزء ده. وان شاء الله انتظرونا في الفيديو الجاي بعد ما الزهر ده يعقد بإذن الله، ونتابعه معاكم خطوة بخطوة. اهم حاجة في الفترة ده الري بانتظام، ورش الكالسيوم بورن والعناصر الصغرى. في النهاية اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله في فيديوهات جاية كتير نتعلم مع بعض. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.